اتسحبت من اوضتي علشان اشوف ليه ناصر مجاش ورايا لما كنت بعيط، واتصدمت لما شفت هو وامي وهما بيعملوا كده. اصعب حاجة في الدنيا ان انتي تبقي شخصية سلبية ومنسحبة زيي بالظبط. قصتي صعب حد يصدقها، بس انا محتاجة بجد حد يساعدني ويقولي اعمل ايه علشان انا تعبت. قصة النهاردة قصة غريبة. مروة صاحبة القصة بتحكي حاجات تشيب، والمصيبة ان هي لسه في الوضع زي ما هي وعايزة حد ينجدها ويساعدها. تابعوا معايا القصة للنهاية، ورجاء تقولوا رأيكم تحت في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في قصة جديدة. صلوا على النبي ويلا علشان نبتدي قصتنا النهاردة. صاحبة المشكلة بعتها وبتحكي حكايتها وبتقول: أنا اسمي مروة، عندي دلوقتي تقريبا 26 سنة. أهلي ناس كويسين ومرتاحين ماديا. أبويا الله يرحمه مات وساب لنا معاش محترم جدا يعيشنا مستورين وكويسين، ده غير الشقة اللي أمي كانت عايشة فيها. أمي بقى اسمها صباح، كانت عاملة فعلا في نفسها زي الشحرورة، كل شوية تصبغ شعرها وتعمل ميك اب وتعمل ميكرو في حواجبها وتحط رموش، ومنزهة نفسها على الآخر، عكسي تماما. أنا بنت بسيطة الحمد لله، جميلة وكل حاجة، بس مش بهتم بالتفاصيل دي ولا الحاجات دي خالص. كانت أمي دايما تقولي خليكي قاعدة زي قرد قطع، تروح هي الكوافير وتظبط نفسها. رغم ان ابويا ميت الا كنت دايما الاقيها لابسه قمصان النوم وحتى البرفانات ومهتميه بنفسها على الاخر، والمونيكير ده ما بيفارقش ايديها. عمر ما حد في بيتنا سجد ولا صلى، احنا مسلمين بس بالاسم بس، وهم ما حدش فيهم علمني يعني ايه اسلام ولا دين، يعني اللي هو المسلم العادي، مسلم في البطاقه، فاهميني طبعا. حبيت ناصر، كان زميلي في الكلية، بس هو كان في السنة مثلا الأخيرة وأنا لسه في سنة أولى، وبعد ما اتخرجت كان مظبط أموره كلها وجه وتقدم لي، وماما طبعا ما اتكلمتش معاه كتير في أي حاجة، قالت له شوف ظروفك ايه بالظبط، وهو كان ظروفه كويسة، هجيب الشقة وهجيب كذا وكذا، اتفقوا على كل حاجة وفعلا اتخطبنا. أنا وناصر كان بينا علاقة غريبة، غير إن هي علاقة حب، كانت علاقة صداقة مش طبيعية. يعني ممكن وانا ماشيه معاه في الشارع يعاكس واحده ويقول لي ايه رايك في الموزه ديت، اقول له حلوه، يقول لي احلى حاجه فيكي ان انتي ما بتغيريش يا مروه. انا فرحان قوي ان احنا صحاب اكتر من ان احنا حبايب، بحس كده ان انتي واحد صاحبي متحركش منك واقولك على كل حاجه، وانا بهبلي وعبطي وغبائي كنت شايفه ان دي حاجه حلوه، دي ميزه جميله قوي. لدرجه ان ناصر داخل في علاقه مع واحده واحنا مخطوبين، وانا عرفت من كتر ما انا كنت بحبه وبخاف ان هو يبعد عني او اخسره، كنت بتجاهل كل الحاجات اللي بيعملها والمفروض ان هي تجرحني، كنت بتك على قلبي وادوس عليه علشان ما زعلهوش ولا اخد منه موقف. وقصة اول واحدة هو عرفت اصلا ان هو بيكلمها اكتر حاجة جرحتني، بس انا عديتها ومن بعدها بقيت بعديله اي حاجة. ناصر اول ما خلص الكلية بتاعته كان في ناس معارفه وقرايبه وظفوه في شركة كويسة جدا بمرتب محترم، وطبعا ده كله بالفلوس. اشتغل فعلا، وطبعا ساعتها هو جه تقدم لي في الشغل اللي هو فيه ده، كان على طول ليه زمايل ستات وبنات ورجالة وكل حاجة، وللأسف ناصر كان بيحب الستات زي يعني، فأنا واخداه على عيبه، واخداه وأنا عارفة إن هو بيحب الحريم، لكن للأسف البنت ديت بلفته وكان على طول بيكون معاها، ووصل لي كلام ان هو بيحصل ما بينهم وبين بعض تجاوزات كتير. ولما رحت اسأله قال لي بكل صراحة، الصراحة البت جامدة، معرفتش بصراحة ان انا امسك نفسي قدامها، مع اني اوقات كتير بقدر بس دي ما قدرتش. انا صرحتك يا مروة علشان ما اقدرش اخبي عليكي، انتي صاحبي، انتي مش بس حبيبتي. وانا زي الهبلة رغم الألم اللي كان جوايا والزعل، اللي انا قدرت ان هو قال لي وما خبش عليا، وفكرت ان احنا لما نتجوز هيعقل ويهدى ومش هيبقى ليه في الكلام ده خالص. علشان كده كنت بحاول اسيب نفسي معاه، يمسك ايدي يحضني يبوسني اي حاجة كنت بوافق، علشان مش عايزاه يبص لأي حد تاني غيري، ولو كان اضطر الامر ان هو يبقى اكتر من كده
فأنا كنت برضه هوافق، وده من كتر خوفي إن هو يبعد عني أو يسيبني، خصوصا وأنا عارفة إن في بنات حواليه كتير. ناصر كان جميل وجذاب وبيعرف يتكلم كويس جدا، وبيعرف ازاي يتعامل مع الست اللي قدامه. يعني رغم ان انا كنت عارفة كل ده، ان انا كنت مقدرش استحمل مثلا وقفته جنبي وانا لمسة ايده، كنت غصب عني بنهار وما بقدرش خالص اسيطر على اعصابي. ده غير طبعا اللي انا كنت بحبه وهو خطيبي. المهم، جهزنا الشقة وكل حاجة وعمل لي فرح كويس جدا. يوم الفرح ده تقريبا كان بيعاكس نص البنات اللي في الفرح. ولما واحد من صحابه قال له يا عم قدر مراتك اللي واقفة جنبك، قال له لا ما تشغلش بالك، دي صاحبي دي بس دي أرجل منك. وقعد يضحك ويهزر وكان مبسوط، وأنا كنت فرحانة إن هو شايفني فعلا كده. روحنا البيت، وطبعا هو واحد بتاع علاقات، يعني مقطع السمكة وديلها. كنت عايزة أبهره على قد ما أقدر في العلاقة الزوجية، كنت عايزة أنور رضاه في كل حاجة، علشان كده أي حاجة كان بيطلبها مني كنت بنفذها له وبعملها له. علمني كل حاجة في العلاقة الزوجية، الحاجات المعتادة والغير معتادة. كنت بقول حق عليا إن أنا أبسطه وأسعده وأعمل له كل اللي هو عايزه. وعشت معاه أجمل أسبوعين في حياتي، كنت مفكرة نفسي إن أنا خلاص في الجنة. ماما كانت كل يوم تكلمني في التليفون وتطمن عليا. وفي وسط القعدة بتاعتنا اللي احنا كنا قاعدينها في الأسبوعين دي، ناصر مبطلش كلام، لدرجة إن كان في بنات من اللي هو كان معجب بيهم وبيكلمهم وهو معاه كانوا بيتصلوا عليه، كان بيرد عليهم وهو نايم على السرير، وأنا بعمل الأكل أو أنا واخد دش أو أي حاجة. ولما كنت بدخل عليه كان بيبصلي ويحدفلي بوسة ويكمل كلام معاه. وكان بيقولي أنا مش عايزك تزعلي ولا تتضايقي وتفضلي زي ما انت كده، عايزك تعرفي إن ربنا خلق الرجالة كده وما فيهاش حاجة، أهم حاجة إن أنا بتاعك وانتي حاجة تانية خالص. أنا دلوقتي لما اتجوزتك انتي يا مروة علشان أنا بحبك، وعلشان كده انتي أهم حاجة عندي من كل ده، انتي الأصل. عايزاك تفضل دماغك كده كبيرة وتوزن بلد. وطبعا الكلام ده كان بيعجبني أوي، وكان بيحسسني إن أنا مميزة جدا 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 عنده. وفي أول بس 3 شهور جواز في البداية، ناصر دخل في علاقة مع واحدة جديدة وابتدى يكلمها كلمات كتير جدا، لدرجة ان البنت دي ابتديت ان انا اغير منها واتضايق واتعصب. بس في الاخر لما كنت بقف قدامه كنت بنسى كل العصبية بتاعتي، وكنت بحاول الست الكول ابقى زي ما هو عايز، اعدي الموضوع وموقفش عليه. ولما قفشني مرة وانا بعيط قعد يقول لي انت هتعملي زي امور الحريم بقى الزنانة وهتطفشيني من بين ايديك، انت حرة. ساعتها مسحت دموعي وقمت بسرعة، لبست قميص نوم واتدلعت وهزرت وضحكت وقضيت اليوم. كل ده ضغط على أعصابي، بس أنا معرفش أنا شخصيتي عاملة كده ليه. عيب كبير في شخصيتي ومش قادرة إن أنا أغيره، وخلاص هو اتعود على كده. مروة بتسكت وبتعدي، لحد ما بعد كده لقيت البنت ديت العلاقة ما بينهم هتتطور بشكل غريب، لدرجة ان في مرة من المرات وانا بكلمه وهو المفروض برا البيت وفي الشغل بس اتأخر، لما اتصلت لقيت البنت دي صوتها معاه. مش عايزة اقول لكم صوتهم كان عامل ازاي، مش صوت ابدا 2 خارجين مع بعض او بيتمشوا سوا، صوت 2 في وضع مش كويس. نفسه وطريقته في الكلام وصوته وصوتها كان موحيل ان ال2 دول بيعملوا علاقة مع بعض في السرير او في حتة. المهم جه في نفس اليوم ده بالليل، دخل من بره قعد يهزر ويضحك معايا كالعادة، كلام وضحك وهزار كأن مفيش أي حاجة حصل. ولما حبيت إن أنا أتطقص أفهم هو كان مع مين، عايزة أفهم إيه اللي حصل، لقيته بيقولي ده أنا كنت مع حتة موزة مش عايزة أقولك، بس البت على كيفك بنت دلع وهزار، بتعمل كل حاجة لوحدها، الصراحة خبرة وبسطتني قوي 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 قوي. ناصر كان بيقول الكلام ده واحنا حرفيا مع بعض في السرير. من ساعتها انا حصلي زي صدمة، معرفتش اتصرف ولا اتعامل. الغريبة ان انا حتى ما فكرتش امنع نفسي عنه، وعملت علاقة معاه عادي جدا كأن مفيش اي حاجة حصل. وبعدها قعدت اعيط لحد الصبح، صحي من النوم لاني بعيط،
ساعتها اتصلت بماما بعد ما راح الشغل بتاعه، وقعدت حكيت لها: انا تعبت يا ماما من ناصر بتاع ستات، وكنت مفكرة ان هو بعد الجواز هيتغير، بس لقيت ماما في صفه بتقولي: حبيبتي كل الرجالة كده، سيبيه يتدلع ويعمل اللي هو عايزه، هو في النهاية بيبقى معاكي انتي وفي حضنك انتي، اكسبيه يا بت، ما تبقيش غم وهم، خليه يبقى حر طليق كده علشان ما يحسش ان الجواز كتفه، ساعتها هيطفش منك ومش هتعرفي ترجعيه وانتي بتحبيه، سيبيه يا مروة ياخد راحته. كلام ماما شجعني على شخصيتي دي، وفضلت مكملة. ولما جه في نفس اليوم تجاهلت تماما زعلي وجرحي، وتعاملت معاه عادي خالص، وقعدنا هزرنا وضحكنا. وبالنسبة بقى لموضوع الخلفة، فاحنا كنا متفقين ان احنا ما نخلفش علشان عايزين نعيش حياتنا، وكنا مأجلين موضوع الخلفة ده 5 6 سنين بعد الجواز. بس بصراحة بعد اللي هو كان بيعمله فيا والجرح اللي كنت حاسة بيه، بدل ما اقول ان صح وتفكيره صح وانا مش عايزة اولاد، لقيت موضوع الخلفة ده معكنن عليا حياتي، مضايقني مقريفني مخليني مش مودي في احسن شيء ولا احسن حاجة. وكمان موضوع اللي انا بضغط على نفسي في العلاقة، واوقات كتير بفتكر النزوات بتاعته لما حكالي عن واحدة او كده وانا في قلب العلاقة، ساعتها بيبقى هين عليا اهبده في الحيطة كده واسيبه واقوم، بس ما بعملش ده عشان لازم ابقى كول ولازم ابقى كويسة ولازم ما ابقاش خنيقة ولازم 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 ولازم، فببقى خايفة ان هو يزعل مني او يسيبني. كنت باجي على نفسي كتير قوي، ودي كانت غلطة كبيرة 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 انا عملتها. كل اللي فات ده بقى حاجة، واللي جاي ده حاجة تانية خالص. من ضمن الهبل بتاعي ان انا كنت دايما بقعد اتكلم مع ناصر قد ايه ماما ست بتهتم بنفسها. هو طبعا كان شايف ده، لما بيجي عندنا البيت كان بيشوفها وهي لابسة عبايات كده فسكوز، حاجات لانجري، حتى لو عبايات نص كم او بكم، حاجات لبس كده سكسي، لبس مش لبس ملفت. فهو شايف ده بعينيه، انا بقى مش اسكت، كفايه قوي اللي هو شايفه. لا، اقعد اقول له انا كان نفسي اطلع زي ماما. ماما بتهتم بنفسها، ماسكات ومكياجات وكوافيرات، وتروح تعمل ضوافرها وضوافر رجليها، وبتعمل حاجات غريبه جدا. قال لي: ما انا ملاحظ ان انتي فعلا مش زيها. قلت له: ما اعرفش، شخصيتي غير شخصيتها خالص، امي ست مرفهه، وزي ما تقول كده عشان معاها فلوس او فاضيه ومخلفتش في الدنيا دي كلها غيري انا وعشت عليا انا بس. كان بالنسبه لها اهم حاجه في حياتها الميك اب واللبس والشعر ومش عارفه ايه طالع جديد تروح تعمله، لدرجه ان هي كانت بتاخد ساعات يعني زي حقن نضاره ومعرفش ايه، مهتميه بنفسها قوي قوي قوي. بجد كنت تشوفها تقول ان هي اصغر مني. فانا كنت طول ما انا قاعده بقى زهقانه مش عارفه ايه، اقعد اكلمه على ماما، يقول لي: طب صحيح هي ليه امك ما اتجوزتش؟ واكيد كان بيجي لها عرسان، ده امك حلوه. اقول له: والله مش عارفه هي ما اتجوزتش ليه، ما اعرفش اي حاجه عن امي بصراحه. انا كنت من النوع اللي مركزه في دراستي ومش عارفه ايه، ومركزه معاه طبعا لما حبيته، وكانت امي بالنسبه لي هي حاجه، بس انا مش قادره اوصل لها، مش قادره اوصل لدماغها، الست دي دماغها فيها ايه معرفش. حتى معرفش اذا كانت حبت بعد بابا ولا لا، اي حاجه من دي عمرها ما اتكلمت معايا فيها نهائي، ولا انا فتحت كلام معاها. بعد بقى كتر الكلام بتاعي كده، بعد تقريبا 6 شهور جواز، ابتدى ناصر يبقى نظراته لماما مش زي الأول. دايما كل ما تيجي لازم يقعد يقلل مني قدامها، يقول لها: يا صبوحة ظبطي مرة شوية، البت مش طالعالك خالص، أنا عايزك يعني تصنفريها لي كده. تقول له: خليها بس تسيب نفسها ليا، شوف هي هتبقى عاملة ازاي، هخليها لك ولا ملكات الجمال، وبعدين مروة مش وحشة، مروة حلو. يقول لها: بس انت أحلى. كلام بقى من تحت لتحت، كلام كده بنظرات غريبة، لحد ما جه في يوم واحنا قاعدين مع بعض على السرير قال لي الكلام اللي غير مجرى حياتي كله، ودخلني في دوامة انا لحد الآن مش عارفة اخرج منها. لقيته ساعتها بيقول لي: هي امك بطلت تيجي ليه؟ قلت له: مش عارفة والله، هي بتيجي براحتها وما بتجيش براحتها، يعني انا ما اقدرش اقول لها تعالي او ما تجيش، براحتها زي ما تيجي تيجي. راح لي: بس والله عادتها بتبقى حلوة وبتبقى لذيذة، عشان امك فرفوشة قوي بصراحة وبتحب الهزار والضحك، وانا مامتي كانت بتدخن وهو كان بيدخن، فكانوا بيقعدوا يشربوا سجاير مع بعض. المهم قلت له: انت بتسأل عليها ليه؟
قال لي هي لسه بتلبس العباية الفلانية، في عباية مميزة عند أمي. هو كان مركز معاه. قلت له معرفش برضو انت بتسأل ليه. قال لي خليها تيجي تقعد معانا شوية، البيت واسع وحلو، هو هي قاعدة لوحدها بتعمل ايه يعني، خليها تيجي تفك الجو ما بيننا شوية، والكهرباء اللي في البيت دي. قلت له كهرباء ايه وجو ايه، ما احنا الحمد لله كويسين مع بعض وزي الفل والعسل. وعايزة اقول لكم ان ناصر طول الوقت ده بيكلم بنات عادي جدا، بيكلمهم قدامي في وجودي عدم وجودي، بيهزر معاهم وبيتعامل كأنه مش متجوز. وانا خلاص اتأقلمت على كده واقلمت على كده، والدنيا ماشية ما بيننا كده. لدرجة ان في واحدة من البنات ديت جابت رقمي وكلمتني لما عرفت منه ان انا عارفة كل حاجة، وقالت انت في حاجة مريبة بينك وبين جوزك، مفيش واحدة حتى لو بتحب جوزها تسيبه يخونها مع كل واحدة شوية كده. وساعتها انا عملت لها بلوك، واتضايقت جدا ان هي حطت ايديها على جرح جوايا. وبعد كده لما قلت له قال لي البت ديت عايزه توقع ما بيننا علشان هي ايه، عايزاني ومش طايلاني، وكلام ما يتقالش لمراته. بس المهم انا سمعت الكلام منه كله وفعلا اقتنعت بكلامه وصدقتها. وكل مره كنت بروح اكلم ماما وماما تقول لي نفس الكلام، لازم تبقي كده يا مروه تمشي امورك، جوزك حلو وجميل والبنات كلها بتحبه، البنات كلها بتحسدك على اللي انت فيه، لازم تبقي كده علشان خاطر ما تضيعوش من ايديكي. بس ما كنتش عارفه بقى ان الموضوع ممكن يوصل للنقطه دي. فرحت قوي لما قال لي خلي ماما تيجي تقعد معانا، لان انا كان عندي كبت، كنت زهقانه، كنت عايزه اطلع الطاقه اللي جوايا. وماما جت فعلا بشنطه هدومها واشكال والوان بقى حطها في الشنطه بتاعتها، لدرجة إن هي كانت حرفيا بتطلع حاجات لانجري من دولابي بتلبسها وبتقعد بيها قدام ناصر جوزي. عارفين الكارثة بقى والمصيبة في إيه؟ في رد فعلي أنا. لما جت أمي تقعد معانا لقيت ناصر واخد أجازة أسبوع من الشركة، فأنا استغربت وسألته ناصر أنت واخد أجازة ليه؟ قال لي زهقان وعايز أغير مود ومش عارف أفصل إزاي من الشغل، فأنا محتاج إن أنا أفصل شوية وأغير مودي. قلت له تمام ماشي، مش مفيش مشكلة، هنخرج هنتفسح هنروح ونيجي. قال لي ونخرج ونتفسح ليه، ده صبوحة كلها عندنا، هنسيب صبوحة ونروح فين بس. قلت له نخرج معاها عادي وماما تيجي معانا. قال لي بس انا بصراحة مش عايزة اخرج، انا عايزة اريح، عايزة انتخ في البيت. قلت له خلاص يا حبيبي، ما ده اللي هيخليك تغير مودك وتستجد كده ويعني تجدد طاقتك ونشاطك، مفيش مشكلة. طبعا في الوقت ده كانت امي جاية، فردت شنطتها ورصتها في الدولاب، وكل شوية تلبس حاجة شكل وتقعد تتمخطر قدام ناصر، وانا ابقى واقفة في المطبخ بطبخ وهما الاتنين عمالين يتفرجوا على التلفزيون، وصوت ضحكهم بصوت واطي قوي. طلعت في مرة على فجأة لقيت ناصر جوزي قاعد على الأرض ماسك ايديها، حاطط ايديها عند شفايفه وهي بتلعب له في شعره. طبعا المشهد ده كان غريب جدا بالنسبة لي. دي حماتك يعني أمك وأمي، ازاي كده؟ أكتر من موقف حصل في يوم ده خلاني واقفة مش مظبوطة، ولأن فعلا إن أنا وهو فيه غريب وحالة غريبة وفريدة من نوعها، لقيت نفسي عندي سكوت وذهول غريب لدرجة إن أنا ما كنتش بتكلم وأنا باخد موقف. لحد ما اليوم ده عدى، دخلت أنا وهو الأوضة، وأنا قاعدة أنا وهو على السرير كان بيشرب سيجارة وبكلمه، فسألته السؤال ده مني بتلقائية جدا: ناصر هو أنت عينك من أمي؟ اتعدل كده وبصلي قال لي هكذب عليكي ولا عايزة الصراحة؟ قلت له لا عايزة الصراحة، احنا واخدين دايما على الصراحة. قال لي الصراحة أمك وأنا معاها ببقى مش على بعضي، ست بجد. قلت له وأنا؟ قال لي حبيبي يا قلبي انت مراتي وحبيبتي وعقلي وكل حاجة ليا وانت عارفة الكلام ده. وراح واخدني في حضنه كأني ما اتكلمتش في أي حاجة، وكأنه بيسكتني بالعلاقة علشان الموقف يعدي واسكت وما اتكلمش. ياخدني في حضنه وانا انسى بقى الموضوع وخلاص. وبعد ما خلص قام، وانا فضلت في مكاني على السرير كنت ساكتة وما بتكلمش خالص. دخل الحمام ومجاش على الأوضة عندي، وانا فضلت قاعدة ساعة على السرير ولا نايمة ولا أي حاجة، بس ما قمتش من مكاني. كنت سامعة صوته
سمع صوته وهو مع ماما في الأوضة التانية، ومع ذلك ما قمتش. ولما قمت وخبطت على الباب طلع لي وهو تقريبا مش لابس إلا البنطلون بتاعه، أو بمعنى أصح يعني كان بيرفع البنطلون وهو بيفتح الباب كأني هوا. بصيت له كده وقال لي ثواني بس أصل بتكلم مع أمك في حاجة. دخلت على أوضتي تاني، اتكلفت ونمت لحد الصبح. نمت نوم رهيب، محسيتش بنفسي ولا بأي حاجة، ومش عارفة اليوم ده عدى عليا ازاي. صحيت من النوم وما لقيتهوش جنبي، ولقيته قاعد هو وأمي في الصالة، هزار وضحك كأني مش موجودة بجد، كأني هوا. للدرجة دي أنا كنت غبية لما سبت المساحة بيني وبين جوزي توصل للشكل ده. ليه شخصيتي عاملة كده؟ كنت بقعد أأنب نفسي وحاسب نفسي ومتضايقة، بس ما بعملش معاه هو حاجة، ولا باخد منه موقف، ولا بكلمه في حاجة. طلعت، أول ما شافوني هما الاتنين بصوا لبعض وقعدوا يضحكوا. نموسيتك كحلي لسه صاحية دلوقتي؟ قلت لهم مش عارفة مالي، جسمي وجعني ودماغي وجعاني. راح ناصر بصص لها وقال لها هي كده على طول يا ستي، خليها براحتها، لو عايزة تخشي تنامي تاني ادخلي براحتك، أنا قاعد مع ماما. مامة ايه بقى؟ هو انت خليت فيها ماما؟ دخلت الحمام وبعد كده طلعت، قاعدة حاسة ان انا دماغي ديت فيها حاجة غلط، كأني في حاجة بتمشي في مخي، حاسة ان راسي منملة، مش فاهمة انا بعمل كده ليه. طيب انا ساكتة ليه؟ ما باخدش موقف ليه؟ ناصر دخل ياخد دش، كنت قاعدة وماما قاعدة معايا، فببصلها كده وبتقولي انت عايزة تقوليلي على حاجة؟ قلت لها لا، انت عايزة تقوليلي على حاجة؟ قالت لي عايزاكي تراعيني يا مرة، انا حرمت نفسي زمان من كل حاجة وعشت عشان كنت عارفة ان انا لسه شابة وصغيرة، وجوزك يعني شاري وموافق وعاجبه كل حاجة، خلينا نعيش مبسوطين، خلينا حلوين مع بعض، مش هنخسر حاجة، لو عايزة تقعدي معانا بقعدي. فبصيت لها كده وقلت لها للدرجة دي؟ قالت لي ما هو انت سايباه، هو انت مش سايباه مع كل واحدة شوية؟ ما جاتش على امك يعني؟ وبعدين اهو احسن من نروح للغريب، خلينا قاعدين مع بعض مبسوطين وحلوين. فسألتها بكل تخلف وقلت لها هو انت حصل حاجة بينك وبينه؟ ماما بصت لي كده وضحكت وما ردتش. عايزة تقولي هو انت هبلة ولا انت عبيطة يا بت ولا في ايه؟ ناصر طلع من الأوضة وهو بيقول لها يا سبوحة تحبي تاكلي ايه؟ قالت له انت عايز تاكل ايه؟ اللي انت هتاكل منه هاكل منه. قال لها انا كنت جايب حمام وكنت مظبط حبة حاجات في الفريزر كده، لو مروة بقى تقوم تعملها لنا كده زي الشطرة يبقى كتر خيرها. رحت قايمة اعمل الاكل في المطبخ وبتضير ورايا لقيتها حرفيا نايمة على صدره. هو ازاي كده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ احنا بنعمل ايه؟ احنا مش بيت بني ادمين، احنا شياطين. ورغم كل الاسى والوجع اللي انا بحس بيه اللي حاسة ان انا متلجمة، لا براجعه في حاجة ولا بتكلم معاه في شيء. خلصت الاكل وطلعت حطيت الاكل وما روحتش اكل، قعدوا ياكلوا ويهزروا ويضحكوا محدش فكر فيا. عارفين زي كأنهم بيتعاملوا معايا سيبوها دي هبلة هتتعود على كده، سيبوها دي بتسكت على اي حاجة فهتسكت تاني. ولما في اليوم ده بعد ما خلصوا اكل بقى وشرب وناصر دخل الأوضة علشان يغير وكان طالع تاني، بصيت له كده وقلت له ناصر هو انت مش شايفني ولا مش واخد بالك مني؟ قال لي واخد بالي بس انا ماليش نفس للعكننة، مش عايزة اضايق نفسي ولا عكنن على روحي، وانت شكلك كده يا مروة عايزة تعكننيني صح؟ فلو عايزة تعكننيني يابا انا مش عايزة عكننة، انا واخد اجازة عشان اروق اعصابي ادلع نفسي. قلت له مع امي. قال لي ايه المشكلة؟ احنا صحاب يا مروة، وانا بتعامل معاكي ان انت صاحبي الجدع، فما تجيش بقى تقلي معايا مع اكتر حد طلع فيهم جامد، يعني خليكي لذيذة ولطيفة كده. قلت له ما انت عندك حق، هي غلطتي، انا فعلا غلطانة، انا استاهل ضرب الجزمة واستاهل اللي اكتر من كده، بس امي نفسها كانت بتشجعني، ما كنتش عارفة ان هي بترسم كل ده علشان هي كمان ينوبها من الحب جانب، علشان هي كمان بصاله وطمعانة فيه.
مع انها كانت تقدر تتجوز وتتجوز جوازة كويسة جدا، مركزها كويس ومستوانا كويس وهي معاها فلوس وعايشين عيشة مرتاحة. دي لو كانت جابت حد وقالت له تعالى اتجوزك واكتب عليك على سنة الله ورسوله ممكن كان يوافق، لأنه هو ما كانش هيغرم حاجة. ليه تعمل كده وتعمل فيا كده وانا ساكتة ليه؟ فاليوم ده من كتر غيظي منه ومن طريقته في الكلام كنت عايزة اخد موقف معاه بأي شكل من الاشكال. شجعت نفسي وفضلت قاعدة في الأوضة ساعة كاملة عمالة اشجع نفسي مش هينفع اللي انا فيه ده غلط، اللي انا فيه حرام، انا لازم اخد موقف منه. انت ساكتة ليه يا مروة؟ وكلم نفسي في المراية وازعق. بجد كنت منهارة، محدش حاسس بيا خالص. طلعت لقيتهم عادي جدا بيهزروا وبيضحكوا، وناصر بيبصلي بيقولي ما تيجي تقعدي جنبنا. قلت له لا انا نازله. قال لي رايحه فين؟ قلت له رايحه في داهيه. قال لي طيب ما تتاخريش وانت في الداهيه. وقعدوا يضحكوا هما الاتنين. انا سمعته بودني وانا في الاوضه داخله بلبس بجد. بتقول له ما تقوم تشوفها مالها لحسن تمشي بجد. قال لي يا ست كبري دماغك، هتروح فين؟ وانت لكوا حد؟ كل واحد ملهي في حياته، وانت هنا اهو. هي هتروح فين؟ مفيش حته تروح. وبعدين كبري دماغك، هي بتعمل كده ولما بزعلها بتسكت وبتنخ وما بتتكلمش. القعدة اللي احنا فيها دي ما تتعوضش يا صبوح. قالت له خلاص اللي انت شايفه اللي تشوفه يا ناصر، وراحت ساكتة. وانا مش بنتك ولا انت مش امي ولا ده مش جوزي؟ ايه ده؟ انا دماغي تعبت من التفكير. المهم غيرت فعلا ونزلت وقعدت الف في الشوارع لما رجلي وجعتني. كل دقيقتين ابص في الموبايل ما لقوش رنلي ولا كلمني. ساعتها حسيت ان انا مش ماشية علشان اخد موقف، وانا فعلا مش عاجبني الوضع ولازم انهيه. انا ماشية علشان عايزاه يحس بغيابي. انا سايبة البيت علشان عايزاه يراجع نفسه. بس اكتشفت ان انا غلطانة، لان ناصر لا راجع نفسه ولا حس بغيابي ولا اتصل بيا، رغم ان انا فضلت في الشارع لحد بالليل. والوقت بدأ يتأخر وهو مفكرش يكلمني، مفكرش حتى يشوفني انا فين. يمكن عملت في نفسي حاجة من القرف اللي انا عايشة فيه ده. ساعتها افتكرت كلام البنت اللي كلمتني في التليفون وقالت لي مفيش واحدة بتعمل اللي انتي بتعمليه ده، وان جوزك في يوم من الايام هيخونك خيانة ما تقدريش عليها، وهتفضلي تسيبيله لما مش هتقدري تقفوا قدامه بعد كده. كان كلامها كله صح. كرامتي طبعا كانت ناحة عليا ومش عايزة اروح من غير ما حد فيهم يكلمني. على قد ما انا كنت متضايقة من نفسي ان مش المفروض ده يبقى تفكيري، والمفروض ان انا فعلا ابقى ماشية عشان عايزة اسيبهم وعايزة اتطلق، عايزة انهي الموضوع ده، الا اني برضو في النهاية اتأكدت ان ده تفكيري. انا ماشية علشان عايزة ناصر يحس بغيابي، عايزاه يرجعني، عايزاه يسيب ماما ويفضل معايا زي ما كان، عايزة امي تروح بيتها وعندي استعداد ان انا اكمل حياتي معاه. وده قمة الانسحاب بقى وقمة السلبية. فكان معايا مفتاح بيت شقة ماما. رحت مروحة على بيتنا، فتحت البيت اللي كان فاضي وبيهوي. افتكرت ذكريات كتير ليا وليها والبابا مع بعض، وفضلت اعيط لحد ما نمت. وانا نايمة حلمت ان احنا التلاتة قاعدين وحوالينا نار، واحنا التلاتة بنعمل علاقة مع بعض، علاقة ثلاثية. ساعتها كنت قرفانة قوي قوي من المنظر قدامي، وكنت متضايقة وانا بتفرج على نفسي في الحلم، بقول الناس ديت اكيد 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 مش هتعيش الا في العذاب وفي النار. ايه اللي هما بيعملوه ده؟ وكأن الناس كلها شايفانا وسمعانا، وكل الناس بتوجه كلام لينا واحنا حوالينا نار. اللي يقول اعوذ بالله، واللي بيقول ازاي يعملوا كده، واللي يقول يا ساتر يا رب البيوت محدش عارف ايه اللي فيها. وانا بسمع كل كلام الناس وببص لنفسي كده بقرف وقرفانة من نفسي جدا. وصحيت من النوم وانا مخضوضة، لقيت النهار طلعت اجري على موبايلي ومسكته في ايدي، لقيته برضه مرنوش عليا. ساعتها حسيت بكسرة نفس رهيبة، بس ما قدرتش امنع نفسي من ان انا اروح البيت دلوقتي. عايزة اشوفهم، عايزة ابص في عينيهم. ازاي محدش فكر يتصل عليا؟ هي امي نسيت ان انا مراته وهي جاية تقعد عندي؟ ازاي؟ خدت بعضي بسرعة وركبت ورحت على البيت. طلعت وفتحت ودخلت ولقيتهم هما الاتنين نايمين جنب بعض في اوضة النوم. هما الاتنين نايمين حرفيا من غير هدوء. فطبعا كنت في الوقت ده متأكدة
إن في فعلا علاقة كاملة حصلت بينهم، ولو إني ما كنتش متأكدة لحد ما مشيت من البيت أصلا، وكنت مفكرة إن ده هزار أو ضحك أو حاجة سطحية. بس بعد المنظر اللي أنا شفته ده انهارت. وأنا دلوقتي للأسف قاعدة برضو معاهم في نفس البيت. معرفتش أمشي وأسيبهم. جربت أخد شنطتي قبل كده، رحت على محطة القطر وفضلت واقفة. كنت عايزة أسافر وأبعد وأهرب، بس في الآخر لقيت نفسي برجع تاني. بدخل البيت وبقعد فيه، بطبخ وبمسح وبكنس وبنضف وبشوفهم قاعدين مع بعض، وناصر بيدخل يعاشرني عادي ويتعامل معايا كأن مفيش أي حاجة ويضحك ويهزر، وببقى قاعد مع أمي وأنا عارفة وسامعة واخدة بالي، وأنا بعمل نفسي مش واخدة بالي، وبفضل نايمة في مكاني وما بقومش. والأيام عمالة تعدي والعمر بيجري. بقالي 3 سنين في الوضع ده ومفيش أي حاجة جدت عليا. مش عارفة أخد موقف بجد مع نفسي أنا، مش معاهم، لأن أنا لو خدت موقف مع نفسي كل شيء هيتصلح. هو أنا ليا توبة؟ ساعات بقعد مع نفسي وأقول مستحيل ربنا يسامحني على اللي حصل ده، حتى لو أنا بعدت وسبتهم. صعب جدا، مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أتصرف إزاي، مش عارفة أصلا أرجع نفسي لنفسي إزاي، مش عارفة أعاقب نفسي على اللي أنا عملته في ناصر وفي نفسي إزاي. أنا السبب. هو شخص مش طبيعي ومريض وبيحب الحاجة دي، عنده أهم حاجة، وأنا للأسف معرفتش أتعامل معاه صح، وعودته إن أنا أسامحه أسامحه أسامحه، لما وصلت لمرحلة إن أنا مش قادرة أخد موقف في حاجة زي كده. انتوا واصلين لكم اللي أنا فيه؟ أتمنى من كل حد بيسمع قصتي دلوقتي يشاركني ويقولي أعمل إيه وأتصرف إزاي. وبتمنى من كل واحدة ممكن في يوم من الأيام تتحط في موقف زي ده، اوعي تبقي زي. ولحد هنا انتهت قصتنا. كملت القصة؟ ما تنساش تشاركنا برأيك تحت أسفل التعليقات، لأنه أكيد بيهمني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، وياريت لو تعمل شير لأصحابك وحبايبك علشان هما كمان يتابعوا معانا قصتنا النهاردة. السلام عليكم.